ازيكم؟ المدارس رجعت، يبقى يلا بينا نعمل ميني بيتزا تنفع للفطار واللانش بوكس، سريعة وسهلة ومقاديرها مظبوطة، هتظبط معاكم من اول مرة. ممكن تحطوها في الفريزر وتطلعوها الصبح الميكروويف، مش بتاخد وقت ومش مكلفة خالص. يلا بينا نشوف هنعملها ازاي. انا هند ودي قناتي، ويلا بينا نبدأ الوصفة. اول حاجة هنحضر الخميرة. للمقادير هنحتاج كوبايتين مية دافية، كوباية لبن دافي، نص كوباية زيت نباتي او زيت زيتون، وعلبة زبادي صغيرة بتدي طراوة للعجينة. معايا هنا معلقتين لبن نيدو ومعلقتين سكر ومعلقتين كبار خميرة فورية، عليهم كوباية دقيق وربع معلقة ملح. بس هنقلب كويس ونسيبها تتفاعل على جنب. هنا كده الخميرة كانت ناجحة. هنزل عليهم بكيلو دقيق منخول كويس، وهنعجن كويس لحد ما نشكل عجينة متماسكة. هنقعد نعجن حوالي 10 دقايق كده. وبرضو على حسب نوع الدقيق اللي عندكم، ممكن تحتاجوا تزودوا كوباية دقيق، ربع كوباية لبن. انا هنا المقادير كانت معايا مظبوطة، بس قعدت اعجن فيها حبة حلوين كده. بس هحط على وشها معلقة زيت واغطيها وهسيبها تخمر على جنب في مكان دافي من 20 ل25 دقيقة. هنا العجينة كانت خمرت وممتازة جدا. هبتدي بقى اقطعها كور صغيرة قد بعض على قد ما اقدر. هسيبها على جنب شوية، هغطيها في فوطة مطبخ ترتاح 10 دقايق. في صينية بقى هبتدي افردها، هضغط عليها كويس واخرمها بشوكة عشان ما ترفعش مننا في الفرن. وهنزل عليهم بصوص البيتزا. تحضيره سهل جدا: معلقة زيت زيتون، معلقة توم، عليهم معلقتين صلصة وعصير طماطم وملح وفلفل اسود وزعتر، معلقة سكر صغيرة، واسيبهم يتقلوا على النار. وممكن نحط كاتشب، اسهل واسرع برضو. الحشو بقى اللي تفضلوه وتحبوه يحبوه ولادكم. انا كان عندي هنا شاورما فراخ في التلاجة، ممكن تحطوا تونة او سوسيس او سلامي او سجق او بيبروني، او ممكن خضار مشكل، فلفل الوان مع زيتون وجبنة موتزاريلا. بس وهنحط زيتون وميكس جبن شيدر ورومي وموتزاريلا. وهدخلها الفرن على درجة حرارة 180 على الشبكة اللي في النص من 10 ل 15 دقيقة. اتمنى تجربوها وان شاء الله تعجبكم وبألف هنا. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا اشتراك للقناة ولايك وشير للفيديو، وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكوا اشعار بكل وصفاتي. واشوفكم بخير في فيديو جديد.